السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في بودكاست جديد من برنامج رحلة صعود. احنا النهاردة دايما بنبحث عن القصة المختلفة اللي احنا بنتعمق دايما في التجارب بتاعتها. بس النهاردة احنا هندور في قصة حد اختار طريق مختلف شوية، من الناس اللي صنعوا معنى لحياتهم ومعنى لحياة ناس تانية برضو معاهم. النهاردة عندنا قصة غير تقليدية، هو قصة شخص اختار شغفه على حساب المنطق السائد. شخص درس هندسة، وده اكتر التخصصات اللي بتكون مطلوبة في سوق العمل، لكنه قرر يختار مسار مختلف. يعني بدل ما يبني بيوت قرر ان هو يبني عقول. معانا ومعاكم المهندس هيثم الزيات. ازيك يا مستر؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ اخبارك يا مستر؟ عامل ايه؟ نور الدنيا. ربنا يعزك، ده نورك يا رب حبيبي دايما. الغالي. اخبارك عايزين بقى نشوف القصة الكبيرة دي يا باشا؟ والتحول الكبير ده اللي حصل من الهندسة لتدريس. يلا بينا. قصة كبيرة صح؟ يلا كبير. نبدأ من الأول. يلا بينا. تحب تبدأ منين؟ شوف انت عاوز تبدا منين وانا معاك. طيب، بما ان احنا بنستهدف دايما فئة الثانوية العامة، فاحنا عايزين يكون كلامنا كله متوجه للفئة دي. احكي لنا بقى عن تجربتك الدراسية كده، بداية من لو عايز تبدأ مثلا من ايام البيئة المحيطة بحضرتك، الأسرة ازاي ساعدت في بناء الشخصية وتكوينها، من الابتدائي كمان لو تحب. احنا عايزين نسمع كل حاجة. تمام، انت شوف انت عاوزين نبدا منين وانا معاك يعني. يلا بينا. طيب احكي لنا بقى كده التجربة بتاعت اول يوم خالص في المدرسة. طبعا، انا كنت ازهري. مم. فاول يوم ده كان بالنسبه لي طبعا زي اي طفل هو مش عاوز يروح، اللي هو حاجه جديده. مم. فانا كنت رايح كده وطبعا حد كان بيوصلني وانا رايح المعهد، فقال لي احفظ الطريق وانت رايح عشان هترجع لوحدك. كمان ده اول يوم؟ ده اول يوم. طب كان في مسافة كبيرة ما بين البيت وما بين المعهد؟ يعني في حوالي مثلا مسافة امم. فقال لي احفظ الطريق عشان هترجع لوحدك. فانا زي اي طفل برضه زي ما قلت لك كده خايف، اللي هو انا رايح مكان جديد عليا، فانا مش عارف انا رايح اعمل ايه. فوصلت لحد المعهد، دخلت الفصل. عيش انت بقى، عيش بقى، شوف زمايلك، اتصرف، اتأقلم مع مع الناس دي. نفسك بقى. مع نفسك. امم. فانا دخلت. فطبعا احنا اول يوم كده بنختار المكان اللي احنا نقعد فيه. الديسك اللي هتقعد فيه بقى. الديسك اللي انت تقعد فيه. صراع الديسك. معروف ده. دي حاجة معروفة اكيد اه. يعني. فصراع الديسك ده بقى بدأ ايه، ان انا دخلت الفصل، فلقيت ان زمايلي كل واحد بيجري على مكان. فلقيت اتنين اصدقائي كده قاعدين في الديسك التاني، فبقى مكان، فرحت قعدت فيهم. بصراحة اتكونت افضل صداقة لحد دلوقتي مع الاتنين زمايلي دول. كانوا يعتبر من افضل الناس اللي انا قابلتهم. وده كان صراع الديسك فعلا، بس انا وصلت لافضل اتنين اصدقاء لي. هنتكلم على الصداقة دلوقتي ودورها يعني. بس عايزين نشوف بقى ايه المواد اللي درستها كده في المعهد، او ايه المواد اللي انت حبيتها اكتر يعني. في فترة احنا لسه في فترة الابتدائي، كله جاي، خلينا في الابتدائي الأول. تمام. فترة الابتدائي كان من المواد اللي انا درستها وكان في شخص مؤثر فيها. كانت القرآن، عشان كان في شيخ مؤثر فيها شوية. مم. والعربي برضو، يعني القرآن والعربي. الاتنين مرتبطين قوي ببعض. اه مم. طيب واجهنا بقى صعوبة كده، ولا كنا طالب متفوق من البداية؟ لا طبعا. بس بلاش كلام مدرسين. لا من غير كلام مدرسين مدرسين. بقى كنت الاول على الدفعة. لا يا مش كلام ده. مم. طبعا انت بتواجه صعوبات في الاول، انت طفل زي اي طفل عاوز تلعب، عاوز تستمتع بالوقت. مم. انا مش عاوز اذاكر، انا عاوز العب. بس طبعا بتلاقي الاهل بيبقى ليهم دور كده شوية، يعني بيبقى في دافع وراك كده من الاهل. انت لازم تذاكر اللي عليك، مم. انت النهارده اخدت كذا، لازم تعمل كذا. بس جيت في فترة كده، كنت مثلا الشيخ بتاعنا ده كان بيدينا صور نكتبها. يعني احنا كنا مثلا بناخد الصور تتكتب كذا مرة عشان تتحفظ. عشان تتحفظ. فجيت كنا اول يوم انا لسه فاكر، كانوا واخدين لحد سورة العصر، فالمفروض ان الكتابة دي كانت تتكتب 4 مرات. مم. فانت بتكتب مثلا سورة الاخلاص 4 مرات، سورة الفلق 4 مرات، وهكذا. فجيت عند سورة العصر اللي هي يعتبر حاجة بسيطة خالص،
كتبتها مرة، حسيت ان انا خلاص، لا انا ايديا وجعتني. كتبتها كمان مرة، خلاص وقف بقى. فكان عندنا حاجة كده في البيت، كان مشوار يعني. فانا لسه فاكر، سبت الكراسة خلاص كده ورحت المكان ده. جيت بقى عشان اكمل، خلاص انا مش مكمل. زي اي طفل اللي هو انا دماغي مشغولة بحاجة، فمش شطارة، هي لعب برضه وفسح وكده. طب رحنا المعهد بقى على الواجب اللي اتكتب مرتين ده اه، على مع. الواجب اللي اتكتب مرتين. بس انا دايما كان يعني والدتي دايما ربنا يديها الصحة تقول لي إيه، انت بتكتب الواجب صباح. يعني ايه؟ يعني انا مثلا كنت بصحى الصبح بدري كده اكتب الواجب، ما بكتبش الواجب بعد ما اخده. مم. يعني وبالذات واجب القرآن، لان هو كان بيكون كمية كبيرة، ممكن اكتب نصه بالليل ونص الصبح قبل ما اروح المعهد كده الصبح. فده اللي انا كنت بعمله. دي كده فترة الايه، اول فترة في الابتدائي. اه. طبعا المعهد 6 سنين برضو، اه، المعهد من ست اولى سنين لستة. اه. اه دخلنا بقى الاعدادي. اه، الاعدادي برضو نفس الكلام. المواد زادت اكتر ولا هي؟ المواد لا، هي يعني مم. هي علوم، نفس الكلام علوم. بس زاد بقى عليك ايه الفقه والمواد الشرعية. اه طبعا في الازهر مفيش مدارس مختلطة، لا لا لا، بتبقى صبيان بس. الابتدائي بس. كانت صبيان في الابتدائي والاعدادي. لا، الابتدائي كان هي اللي مختلطة، لكن الاعدادي اه الاعدادي بتبقى اه لوحدكم بقى اه خلاص، اه صبيان بس. اه ده والصبيان طبعا الاتنين اللي كانوا معاك الاصدقاء دول طلعوا معاك في الاعدادي. نفس غيرنا الديسك ولا لا هو لا نفس لا، نفس الديسك؟ الديسك. هو نفس الديسك. اه، مم. نفس الديسك، اعدادي وثانوي كمان. كمان. اه، يعني احنا التلاتة كده من اول ابتدائي لحد اخر يوم في السنة وكنا مع بعض كده. مم. خلصنا بعد فترة الاعدادي طبعا في الازهر ثانوي على طول. اه، مفيش اختيارات تانية، هو ثانوي. لا لا، الازهر هو ثانوي، انت دخلت مم. خلاص. دخلنا ثانوي. كمية المواد بقى اللي موجودة في الازهر لا كمية المواد. مبالغ فيها. اه طبعا، حوالي مم. 16 17 مادة. ما شاء الله. مشينا ازاي في ال 16 17 مادة دول؟ آه بص يا مستر، هي الموضوع وما فيه كله ان 16 17 مادة دول او 20 مادة، انت لو ذاكرت اول باول الدنيا هتبقى سهلة. انا مش من الناس اللي كانت بتذاكر اول باول، بس انت طبعا كل فترة انت بتعمل ستوب لنفسك كده. ستوب ازاي؟ انا النهاردة اخدت مثلا درس فقه، ما ذاكرتوش. المرة الجاية انا كده مراكم درسين انا هذاكرهم. مم. مش شرط ان انا اذاكر كل يوم، بس بعد فترة كده ابقى مخلص اللي عليا. طب ما دي رسالة حلوة برضو دلوقتي لطلبة الثانوية العامة. اه طبعا، لازم اه طلبة الثانوية العامة تعمل كده. ان احنا ما نراكمش. اه طبعا. اخطر حاجة ممكن الطالب يواجهها دلوقتي ان هو يراكم حاجة. ده مش اخطر حاجة، ده هي دي اللي بقت الحياة اللي الطلبة عايشاها، الطلبة كلها مراكمة. طب هل انت في المرحلة دي بقى بدأت تفكر ايه اللي انا ممكن اكونه في المستقبل؟ يعني خططت بقى دلوقتي انا عايز اكون ايه؟ هو انا مخطط، او انا كان عندي هدف اساسا من وانا صغير، بس مش هدف عشان ابقى مهندس، لا، عشان انا شفت شخص قدامي بشكل معين، فانا حبيت ان انا اكون شبهه. القدوة، اه مصدر الالهام ده. اه تمام. مين بقى؟ اللي خلاني عاوز اتجه ان انا ابقى مهندس، ده كان شخص بيشتغل في مكان ما، فانا شفته عجبني الخوذة اللي هو لابسها، يعني شكله نفسه، الستايل بتاعه نفسه عجبني. فمن هنا اتجهت ان انا عاوز اكون مهندس. يعني نقدر نقول ان شخصية المهندس اتكونت من اول الثانوية، اه صح كده؟ اه فخلاص احنا بقينا عارفين اول ما النتيجة تطلع هندخل ايه. اه تمام. طيب قول لي بقى في النتيجة ايه اللي حصل؟ النتيجة، اول ما ظهرت النتيجة، انا كنت قاعد في البيت، كنت قاعد في الأوضة بتاعتي. دي النتيجة اللي طلعت في رمضان؟ دي النتيجة اللي طلعت في رمضان. مم. فكنت قاعد في الأوضة بتاعتي، فلقيت زمايلي بيتصلوا عليا. انا عارف ان النتيجة طلعت، بس انا مش عارف اوصل لها لان التحميل كان تقيل. ايوه فعلا. فلقيت واحد زميلي بيتصل عليا، بيبلغني ان النتيجة طلعت، فانا مش عارف اوصل لها. فانا عرفت النتيجة بتاعتي. والدتي ما كانتش في البيت عندنا، والدتي كانت عند جدي. مم. فانا اول ما عرفت النتيجة بتاعتي، انا جريت من مكاني. انا ما اعرفش انا عملت ايه، بس انا اللي انا اعرفه ان انا جريت.
لابس شبشب بقى مش لابس شبشب، انا ما اعرفش انا عملت ايه. بس انا جريت لحد ما وصلت لوالدتي، ومن كتر فرحتي اساسا انا عمال بقول لها انا نجحت انا نجحت انا هخش هندسة بصوت عالي كده. كنت عرفت المجموع بقى. مم. فلقيت خالي ربنا يديله الصحة، لقيته عمال يعني يخبط فيا كده. فبعد كده اكتشفت ان هو بيخبط فيا خايف عليا، خايف ان انا من الفرحة يحصل لي حاجة. مم. فكان عاوز يعني كده اللي هو ستوب ستوب، ما تفرحش قوي كده هو عشان شاف نحصل. يعني الانفعالات مبالغ فيها اه شوية، فعايز يهديك يعني. اه مم. فستوب. طيب انا ملاحظ كده حاجة يعني، انت كنت شخص اجتماعي ولا انطوائي اثناء الدراسة؟ لا كنت شخص اجتماعي. انت اجتماعي. اه مع انه مش ظاهر دلوقتي خالص يعني. لا دلوقتي حاجة تانية، يعني انا دلوقتي مش بحب ان انا اتعامل كتير، بحب ان انا اركز في حاجة معينة. يعني كنت بتشارك بقى في الانشطة اللي كانت بتتعمل والحاجات دي كلها؟ اه بس ده بيأثر بشكل كبير جدا على تكوين الشخصية اصلا فيما بعد. لا انا كنت بشارك في الانشطة بتاعت المعهد او كده امم طب الهوايات بقى في الفترة دي هل لهتك عن المذاكرة والامتحانات والكلام ده كله؟ لا بس احنا في فترة الثانوية دي كلها لعب بقى وانت بتدور على اي حاجة تلهيك عن المذاكرة. بص يا مستر، الاول طبعا زي ما انت عارف ما كانش عندنا وقت ان احنا نلهي فيه كتير. ليه؟ ما امم كانش عندنا النت واصل للمرحلة ديت. ايوه صحيح يعني احنا كان عندنا الموبايل لسه برضه بزراير. انا مش جيل قديم قوي، بس الموبايل كان لسه اللي كان معاه تاتش ده كان نادر. امم فانت كنت خلاص نهارا ما تحب تلعب بتلعب لعبة الثعبان اللي هي كانت على الموبايل دي. ايوه ايوه. خلاص. فالنت دلوقتي ذكريات حزينة. ذكريات مؤلمة. ليه طبعا الطلبة دلوقتي لما تسمع الحاجات دي هتبقى مستغربة، يعني ايه سلم ثعبان اصلا؟ ايه لعبة الثعبان دي؟ اه كانوا بيعملوا فيها ايه دي؟ دي يا جماعة كان تليفون بزراير، كنت انت بقى تقعد ماسك الاتجاهات وعمال، كان في حاجة كده بتروح تاكلها بقى وبتكبر في تكبرك الحجم مرة وبتاع. واحدة كبير. كان الولد الفت قوي اللي يخليها تلف كده حوالين نفسها وتبقى عاملة. صح، انت كنت بتنافس مم. نفسك اه اساسا. طبعا طبعا، حلوة نفس نفسك دي، ما تنافسش حد تاني، نافس نفسك. صح. انا كنت لسه اسالك حتى على ايه اهم ذكرى طلعت بيها من مرحله الثانويه، بس يعني تقريبا انا وصلت الاجابه، اللي هي فرحه النتيجه او الانفعال بالنتيجه اكتر حاجه. صح. طيب بعد كده بقى، انت كده خلاص قررت هندسه، كنت لسه اكلمك في الرغبات والحاجات دي، بس انت خلاص مقرر يعني. اه طيب كتبنا بقى الرغبات، كتبنا رغبات. جت الرغبه الاولى جت الرغبة الأولى. هندسه، اه عملنا ايه بقى؟ انا اول ما جت الرغبة الأولى هندسة خلاص، انا مستعد ده اول يوم بقى ان انا ايه هروح الكلية بأنهي شكل، امم بأنهي صورة، ان انا رايح الكلية. فبدأت ان انا اول يوم ان احنا نروح بقى نقدم والكلام من ده. فقدمنا الورق وهنبدأ. طبعا انت عارف ان طالب سنة اولى بيبدأ مش من اول يوم، اليوم اللي قبليه هو رايح ايوه، اول يوم كلية بالنسبة له. بيجهز الطقم بقى والحاجات دي. اه طبعا لازم كده. نصيحة يا جماعة للناس اللي داخلة أولى كلية، بلاش نضارات سودا في المدرجات. نقطة كده ومن أول السطر، ممنوع لبس النضارات السودا في المدرجات. كارثة. أول يوم ده بيبقى يوم يوم مشكلة. تلاقي ناس رايحة لابسة لبس غريب ورايحين عرض أزياء يعني مش فرحة كلية. اول يوم. لازم كلنا لازم نمر بالمرحلة اللي زي صح. دي. وبعدين احنا رايحين كلية هندسة بقى، كانت بره ولا كانت لا كانت بره. كانت بره. اه رحنا بقى أول يوم يعني بقينا مغتربين. اه وبعدين انت طبعا داخل اول يوم بقى كده اللي هو ايه، انا داخل انا مش عارف انا رايح فين برضو. مم. انت رايح مكان جديد برضو. لا معلش ثواني، الكلية برضو صبيان بس، اه مفيش بنات اه كمان. انت دلوقتي انت ما انتش عارف انت رايح فين. انا داخل يقابلك مثلا طبعا انت عارف الازهر بيبقى فيه سودانيين ومن كذا بلد يعني ايوه وكده. فاهم. فانت داخل بقى انت تايه، انت مش عارف انت رايح فين. انا رايح مدرج هندسة، لا ده مدرج تالتة، لا ده مدرج تانية، انزل كذا. انت تايه. تقابل الارشاد الاكاديمي. انت اولى خش على المدرج ده. زي اتحاد الطلبة كده يعني. فانت داخل اول يوم كده برضو انا مش عارف زمايلي. مم. فبدأت بقى تتعرف بقى على زمايلي. اول يوم ده اللي هو الاعدادي او اعدادي السنة اللي هي هندسة. سنة اعدادي هندسة. طيب السنة الاولى هتعدي بكل بقى التفاصيل وكل المشاكل اللي موجودة فيها،
مش بيبقى فيه اختيار بعد السنة دي؟ اه اخترت بقى تخصص ايه؟ انا اخترت تخصص مدني. مدني. اه ليه بقى؟ اخترت تخصص مدني عشان شوية حاجات. اول حاجة عشان هو اللي كان الاول شغال. مم. تاني حاجة علشان عاوز زي ما قلت لك البس الخوذة اللي هي جذبتني في الاول دي. مم. ان انا اكون كده لابس خوذة كده واقف كده بالكاركتر اللي هو كان مرسوم قدامي وانا صغير، ده اللي انا عاوز اوصل له. فدخلت مدني عشان كده. يعني لو قلنا لو انت رجعت للمرحلة الثانوية تاني، هل كنت عايز تغير حاجة، تغير المجموع، تذاكر اكتر عشان المجموع يجي احسن من كده، ولا شايف ان انت اديت ما عليك في مرحلة الثانوية وربنا رضاك بالكلية لا الحمد لله انا اديت اللي عليا، الحمد لله انا مرضي. في الثانوية؟ اه عشان كده طبعا، هو انت يعني هتدخل ايه تاني غير كلية هندسة يعني؟ فالحمد لله ربنا رضاك بحاجة زي كده. الحمد لله. طيب، هل في حاجة اتعلمتها في المرحلة الثانوية تقدر تعلمها لطلابك دلوقتي؟ اتعلمت في مرحلة الثانوية ان انا اكون جد. مم. ان انا ما اضحكش على نفسي. ما اضحكش على نفسي من ناحية ايه؟ انا واقع مثلا في مادة يبقى ستوب. ما استناش. انا حاسس نفسي ان انا مش احسن حاجة في مادة، ستوب. ما تستناش ان انت ما تبقاش احسن حاجة اكتر. مم. يعني ما تراكمش عليك. كمان حاجة، انت مثلا ممكن تكون واقع في جزء، مش شرط ان مثلا مدرس يلمهولي، انا المه. انا مش صغير، انا دلوقتي في تالتة ثانوي، يعني خلاص اخر مرحلة دراسية فيها امتحانات اللي هو تحدد لي مصيري خلاص. فانا دايما بحاول ان انا اقول للطلبة اعمل اللي عليك، خليك جد. سيطر على نفسك، شوف انت دايما عاوز ايه واسعى عليه مم. بس. ده بالنسبة للطالب المقصر شوية في المادة العلمية. اه طب النصيحة بقى للطالب اللي حاسس بالضياع او بالقلق من الفترة دي؟ دي حاجة عادية. مم. يعني كل طالب بيبقى عنده هدف، بيحس كده ان هو انا مش هجيب مجموع، انا خايف. كل ده دايما لازم يوصل له. يعني لو احنا كده هنقول الحاجة اللي المفروض الطالب يركز عليها قوي في المرحلة دي، ايه النقطة الأكيدة قوي اللي الطالب يركز عليها؟ ركز على هدفك لانه هو مش هيرجع تاني. مم. يعني انت مش هتعرف توصل له تاني خلاص. مم. شايف ان مرحلة الثانوية دي هي المرحلة الفاصلة في مستقبله اساسا؟ اكيد. دي حقيقة فعلا. اه لان الطالب فعلا بعد المرحلة دي خلاص بيبقى عارف هو في كلية ايه، صح. فبيبدأ يشتغل بقى على هذا الاساس. حتى اهلنا برضو كان الاول يقول لك ايه، خش الكليه واقعد فيها زي ما تقعد، بس انت هتطلع منها خلاص، انت بقيت دكتور هتطلع دكتور. مم. محدش هيقول لك انت قعدت في الكليه 10 سنين ليه، بس انت خرجت دكتور. صح، عندك حق فعلا. اخترنا خلاص مدني، اه بقينا في سنة تانية. هندسة 6 سنين صح؟ هندسه 5. 5 سنين. اه 5 سنين كده احنا بقينا في سنة تانية. اه مشيت الدنيا ازاي بقى في المدني؟ لبسنا الخوذة؟ لبسنا الخوذه. تمام. عملنا ايه بقى؟ طبعا المدني كان بيبقى فيه رسم كتير يعني مم. وامتحانات. الامتحان كان بيوصل مثلا 6 ساعات، 7 ساعات عادي. فانت كنت بتخش مثلا السكشن الساعة 8، تلاقي نفسك بتطلع منه الساعة 3، اللي هو داخل لسه والنهار بيبدأ طالع وخلاص، يعني المغرب خلاص هيفضله شوية وهيأذن. مم. فانت بتعمل كده. ده سنة تانية. وجدك بقى صعوبة في ايه؟ ان انت مثلا ما كنتش متعود على الوقفة دي كلها، ان انت ترسم الوقت ده كله، تخلص الوقت ده مثلا تروح البيت عشان ترسم لوحة المفروض تتسلم كشيت، فبتلاقي نفسك ان انت في دوامة برضه. بس عدت، كانت فترة جميلة بصراحة. يعني التخصص كان اختيار عن قناعة؟ اه مفيش اهل اثروا على الاختيار ولا اصدقاء؟ لا 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 لا. ودي برضو نقطة مهمة جدا. يعني دايما الطالب في اختياراته في الثانوية العامة سواء كان علمي او ادبي بينساق دايما ورا زمايله. صح. فدي نقطة مهمة ان الطالب يعتمد على نفسه في الاختيار اللي زي ده. قول لنا بقى الذكريات بتاع الكلية، مش شرط الدراسة. بص هقول لك على حاجة. الذكريات بتاع الكلية، انا ممكن ما كنتش بحضر الكلية كتير. يعني مم. انا من النوع اللي انا ما كنتش عندي 5 ايام بروح 5 ايام. لا، كان في حاجات تانية كنت بخلصها. كنا اشتغلنا. كنت اشتغلت. اه، تدريس ولا؟ لا كنت اشتغلت تدريس. تدريس. اه انا هاجي للنقطة دي بعدين لان دي نقطة محورية اوي في البودكاست بتاعنا. ايه القرار اللي خلاني انقل من هندسة حاجة لها مستقبل وقتها لتدريس؟ القرار ما كانش كده خالص. ده مم. القرار انا كنت
بشرح لحد جزء كده، حاجة معينة يعني. فلقيته بيقول لي طب ما تشرح لي الدرس كامل. فبدأت ان انا اشوف الدرس كامل، الدنيا لقيتها سهلة شوية فشرحته له. لقيته بيقول لي طب ما تديني درس. فاديته درس، فلقيته واحد كمان بقى معاه. فالواحد ده التاني ده جاب واحد، فقلت لا ليه، ما انا ممكن ادي درس. اشتغلت بقى. اه. فبدأت بقى من هنا، ده من سنة كام بقى؟ من سنة 2017. 2017. اه. اول تدريس 2017. اول تدريس 2017. طيب ما كانش في عائق بقى ما بين الدراسة وما بين الشغل بره؟ لا طبعا كان في عائق كتير كبير. مم. العائق ان انت ازاي توفق ما بين الدراسة وما بين الشغل. مم. بس الحمد لله يعني عرفت برضو ان انا ما اقصرش هنا. يعني ما كنتش احسن حاجة هنا ولا احسن حاجة هنا، بس ولا وقعت هنا ولا وقعت هنا. مم. يعني عشان مش هقول لك ان انا قفلت هنا وقفلت هنا، لا لا. احنا خدنا مكان بقى خاص بينا واجرنا مكان ولا؟ اول 2017 لا كنت بدي في البيت. مم. جيت بعد يوم الترم التاني في 2017 لا خدت مكان لوحدي. خدنا مكان بقى وخلاص، وبقى فيه طلبة وناس اه رايحة جاية، والمهندس داخل والمهندس خارج. اه حلو ده. طب المهندس دي بقى بتفرق مع الطالب مثلا لما الطالب يبقى رايح ياخد درس عند مهندس، م- ولا ما بتفرقش قوي؟ ما مش شايفها فرق. انا مم. شايف ان الطالب بيدور على الشخص اللي بيشرح له كويس، الشخص اللي فاهمه. مم. لكن لقبه ايه ما تفرقش. طب هل في صعوبة في تحضير في البداية، طبعا مش دلوقتي، في تحضير المادة العلمية نفسها للثانوي؟ لأن أكيد في اختلاف جدا ما بين المواد بتاعت هندسة والتدريس لطلبة الثانوية العامة، بس ولا المواد قريبة؟ المواد دي انا خدت في اعدادي هندسة، مم. خدت الفيزياء. الفيزياء. خدت مثلا اللي هو في سنة تانية او في سنة تالتة، خدته في الفيزياء في سنة، في اعدادي هندسة. مم. عندنا جزء كده في فيزياء اسمه المواقع، خدته في هيدروليكا وهيدرولوجيا عندنا مم. في سنة أولى مدني. مم. فيعتبر إن الفيزياء كانت بالنسبة لنا ساعدتني برضو. يعني الفيزياء ساعدتني في الكلية، يعني في حاجات من الفيزياء أنا كنت بحل بقى في الكلية عادي. يعني شغلنا بره في التدريس ساعدنا في دراستنا في الكلية. حتى أنا لما بشرح للطلبة مثلا جزء زي جزء المواقع ده، بقول لهم لو حد فيكم داخل كلية هندسة هياخدوا كده. لحد دلوقتي ممكن في طلبة تخش هندسة تبعت لي أسئلة تقول لها مستر في الفيزياء اشرحها لي مم. عادي، مادام نفس الحاجة عادي. طب زمايلنا بتوع الابتدائي والاعدادي والثانوي كملوا معانا في هندسة، ولا كان ليهم لا لا مجال لا تاني؟ كان لهم في مجالات ناس تانية. دخلت، كل واحد دخل كلية مختلفة. يعني احنا نقدر نقول ان احنا قابلنا صحاب جداد، قابلنا اصحاب جداد. بس كوننا برضو علاقة صداقة قوية، ولا كانت علاقة زمالة كلية وخلاص؟ لا الزمالة كلية مش زي الثانوية. بس يعني بيكون في واحد كده او اتنين تخرج بيهم من الكلية يعني. في بس مش نفس العدد بتاع الثانوية، مم. او مش نفس العدد بتاع الابتدائي والاعدادي. صحاب الابتدائي دول مش هيتعوضوا. اكيد طبعا اكيد. جو التعاون بقى كده في الكلية بينك وبين الصحاب اللي موجودين دول، اللي احنا يعتبر لسه متعرفين عليهم جداد يعني، كان موجود بقى روح منافسة، ولا كانت الدنيا جميلة واصحاب مع بعض والدنيا شغالة يعني؟ المنافسة ما بتبقاش في الكلية زي ما هي موجودة في الثانوية. مم. يعني الطالب في الكلية خلاص، انا زميلي ده في هندسة وانا في هندسة، خلاص ما فيش منافسة بيننا. الا بقى انت عارف طلبة اللي هم اللي بيرتبوا دول، اللي بيرتبوا على الكلية دول بقى حاجة تانية. اه. لكن بقية الطلبة لا، بقية الطلبة احنا اصدقاء، نساعد بعض، نعمل شيتات مع بعض، نغش شيتات من هو بعض. في طالب بيرتب في كلية هندسة؟ طبعا في كتير. خالد، انت بترتب في كلية هندسة؟ في ترتيبات بس التقديرات مش افضل. يعني في تقديرات فعلا وفي ناس بترتب؟ في ناس بترتب، دي حاجة غريبة جدا. لا 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 في ناس بترتب. يعني انا قبل ما اتجه لموضوع الدروس ده، مم. انا طلعت الاول على في اعدادي هندسه. في اعدادي هندسة اللي هي السنة الأولى يعني. السنه الاولى. مم. احنا بقى عايزين نعرف، انت حكيت لنا الموقف اللي هو غيرني مش غيرني يعني، هو خلاني اختار مجال اضافي للمجال بتاعي، مش مجال مختلف. هل نقدر دلوقتي نجمع ما بين المجالين نجمع ما بين مجال الهندسه والتدريس؟
من ناحية ان احنا ممكن نشتغل في الاتنين مع بعض. ممكن نشتغل في الاتنين مع بعض، ممكن. بس تحقق نفسك الأول في مجال التدريس. مش هتبقى صعبة؟ مش صعبة لو انت حققت نفسك، هي صعبة لو انت لسه بتحقق نفسك، لأنك انت بتنافس ناس قوية جدا. مم. فانت صعب ان انت تشتغل في مجال الهندسة ومجال، لكن انت لو حققت نفسك هتبقى سهل ان انت تشتغل. بس انا عايز اسأل على حاجة مهمة قوي. احنا في البيت دلوقتي مهندس، اه رد فعل البيت، الأسرة يعني، على ان انا اغير شغلي من هندسة لتدريس. كانت في الاول لا. مم. انت ازاي مثلا هتسيب مجالك اللي انت دخلته؟ بس لما لقونا مثلا مصمم، وما دام هي حاجه مش غلط فخلاص. هل حسيت ان الاختيار ده كان غلط، ولا كنت واثق من البداية ان انت صح؟ انا ما كنتش واثق من البدايه ان انا صح، بس رد فعل الطلبه هو اللي ممكن يكون اكد لي شويه ان انا صح. لما لقيت الطلبه لا كمل معانا، كويس، شرحك كويس، شرحك بسيط، فاداني مدلول كده ان انا صح. طب هل في مهارات اكتسبناها من كلية هندسة ساعدتنا في التدريس؟ ان انا الحاجات طبعا انت عارف ان احنا عندنا في هندسه مواد تقيله، خرسانه، استراكشر، الحاجات دي كلها، الحاجات دي تقيله. ان انت توصلها لزمايلك بمعلومه بسيطه، لو جات لك اي معلومه في الماده بتاعت مثلا الفيزياء تعرف تبسطها اكتر لانك انت بسطت الاصعب. انا كنت لسه برضو هسألك على خلفيتك الهندسية. هل مكنتك من ان انت تشرح المادة بطريقة مختلفة عن المدرسين التانيين؟ هو هو الطلبه اللي بتقول كده. مم. يعني الطلبه بتقول ان مثلا ان انا مثلا بشرح بطريقه مختلفه، بس انا شايف ان ديت مش طريقه مختلفه، انا شايف ان دي طريقتي. مم. بس طريقة تفردت بيها لنفسك يعني. ممكن طيب، ايه بقى ابرز تحدي ممكن تشوفه او تقوله لنا دلوقتي في التحول من عالم الهندسة لعالم التدريس؟ ابرز تحدي مم. في ان انا اتحول من عالم الهندسه للتدريس. للتدريس. بسم الله. ان انا عاوز احقق ذاتي، عاوز ان انا يكون ليا كارير خاص بيا، ان انا مثلا يبقى عندي شركتي. في التدريس. لا، ما هو التدريس ده هيوصلني لحاجة معينة، وبعد كده بقى ابدا اعمل كارير لنفسي. انا كنت لسه هسألك برضو، اقولك ايه اللي يخليك تستثمر في مجال التدريس، مع ان انت لو استثمرت في مجال الهندسة هيكون اكثر ربحا من كده، صح؟ صح، بس مجال الهندسة هيديك ربح مادي. مجال التدريس انت بتشوف الطلبة وبتتعامل مع فئة مختلفة خالص، مم. وحب الطلبة، وان الطلبة مثلا تقابلك وتسلم عليك، ده حاجة تانية خالص. جميل جدا. من هنا بقى يوصلنا لفكرة، هل التدريس بالنسبة لك رسالة ولا مجرد مهنة بمتهنها؟ انا عمري ما خدت التدريس كأنه مهنة. انا دايما بحاول ان انا أدي اللي عليا في التدريس زي ما المدرس بتاعي كان بيوصل لي الرسالة دي. مم. ممكن بعض مع ظهور السوشيال ميديا اللي احنا وصلنا له ده، ممكن التدريس دلوقتي بقى مهنة. بس انا بحاول ان انا ما اخليش التدريس مهنة. ازاي بقى؟ بحاول ما اعمل اللي انا شايفه صح. يعني دايما الطالب مش عاوز المدرس اللي يتعبه، فانا بحاول اتعب الطالب اقصى حاجة علشان اريحه بعد كده. يعني دايما بقول لهم اتعبوا في الاول شوية عشان تيجي في المراجعات تلاقي الدنيا سهلة. ما تعبتش هتلاقي في المراجعة الدنيا صعبة. احنا بدأنا من 2017 صح؟ بعد كام سنة قلنا ايوه هو ده المكان الصحيح بتاعنا؟ في 2019. بداية سريعة برضه. ايام كورونا. 2019 فترة الكورونا دي لها قصة كبيرة جدا. فترة الكورونا طيب 2017 بدأنا، عملنا اسم كبير جدا لحد 2019 جت الكورونا. مش اسم السناتر كبير كلها وقفت. لا، بدأت ان انا بدأنا نعمل اسم. ان انا اتعرف. طب مع الكورونا بقى؟ مع الكورونا طبعا كلنا وقفنا. تمام. خلاص، دي كانت فترة كله زعل فيها.
ان احنا وقفنا ومثلا لو مدرس لسه بادئ بيزعل ان اللي هو عمله ده بيروح منه، اسمك صحيح. هيختفي تاني. بس حاولت على قد ما اقدر ان انا احافظ على اللي انا عملته. يعني حاولت على قد ما اقدر اساعد الطلبة باي شكل. طبعا كل المدرسين بلا استثناء يعني كانوا بدأوا ان هم يصوروا للطلبة من البيت وكده، علشان دي طبعا دول في رقبتهم، فما ينفعش ان هم يسيبوه. فانا كنت واحد برضو زي المدرسين كده، كنت بصور للطلبة برضو من البيت كده بس مباشر كده، كراسة واكتب فيها والموبايل حاطه فوق، ببدأ اكتب كده عشان ما ينفعش ان احنا نسيب الطلبة دول. مم. وبرضو حافظ على الطلبة اللي عندي. على طلابك يعني. اه صحيح. الفترة دي كانت فترة صعبة جدا على كل الناس، طلبة ومدرسين. صح. وفي ناس ظهرت من بعد سنة 2019 دي دخلت 2020 اللي هم أصبحوا يعني نجوم السوشيال ميديا دلوقتي. صح. يعني أعتقد إن السنة دي فرقت جدا جدا في حياة كل المدرسين. طيب احنا ليه بقى مفكرناش نشتغل زي ما شفنا الناس التانية، منصة ننزل على اليوتيوب؟ ولا ما كانش لسه الموضوع منتشر أوي وقتها بالنسبة لنا؟ ما كانش الموضوع منتشر. وكمان حاجة، انت كنت بتفكر في الطالب الاول، يعني في المقام الاول انت كنت بتفكر الطالب ازاي انا هوصله المعلومة دي وقتي علشان ما اخروش في المنهج. وانت عارف ان منهج سنة تانية سنة تالتة عندنا بيبقى مضغوط شوية، فانت اي حصة هتفوتك انت اللي مطالب بيها. فالطالب في الاخر خالص بقى، الطالب في الاخر مش هيجي يقولك انت خلصت لنا متأخر بدري. لا لا لا، هو مم. دايما الطالب هيشوفك انت اللي غلطان. يعني نقول لو رجع بيك الزمن تاني هتختار مهنة التدريس من البداية؟ اه هتمشي في نفس الطريق؟ همشي في نفس الطريقة. يعني مفيش أي حاجة كده هتخليك تكمل في هندسة تاني؟ هخش هندسة بس مش. لا مش قصدي، أنا قصدي إن اه أنت تكمل في مجال الهندسة تاني، لا، هكمل في مجال التدريس. في مجال اه التدريس. يعني الرسالة باينة من البداية. الرسالة بعد ما شفت الطلبة، يعني بعد ما اتعاملت مع الطلبة مم. لقيت ان بصراحة في طلبة تستاهل كتير جدا ان انا اتعب عشانهم بصراحة. طيب احنا مؤخرا بدأنا نشوفك بدأت تنطلق يعني على السوشيال ميديا والحاجات دي، يوتيوب بقى والكلام ده. صح. طيب هل حاطط خطط قدام ان انت تشتغل على صفحتك على اليوتيوب، او ان انت تنزل الشرح والحاجات دي؟ انا مم. دلوقتي مثلا بنزل المراجعات على اليوتيوب. ان شاء الله ممكن السنة الجاية انزل الشرح كامل على اليوتيوب يعني. شرح الصفوف كلها كامل يعني؟ ان شاء الله. مم. دي نقطة كويسة جدا. في المقام الأول بتساعد بيها الطلبة، وفي نفس الوقت الطلبة بتعرفني. صح. على الأقل أنا بكمل الرسالة بتاعتي، مش شرط إن أنت تجيلي الدرس علشان تاخد المعلومة الكاملة يعني. صح. طيب عايزين بقى نعرف على مدار الفترة دي كلها، احكي لنا بقى مواقف مع الطلاب بتواجهك، الصعوبات اللي بتواجهك مع أولى وتانية، الفرق بينهم وبين تالتة، كل الحاجات دي. الصعوبات اللي بتواجهنا مع سنة أولى إن هو طالب داخل مش عاوز أقول مش فاهم حاجة في المواد وكده، بس أنا مم. مش هقولها كده. أنا هقول إن هو تايه. يعني هو داخل فيزياء كيمياء أحياء، أنا كنت باخدها علوم. مم. بس الطالب سنة أولى ده أنت بتعرف أنت تسيستمه. بيبقى لو الطالب ده أنت شديت عليه شوية وكده في المذاكرة وذاكر، هتعرف تحصل منه على حاجة كويسة. بعكس طالب سنة تانية، طالب سنة تانية لو هو ما تأسسش في سنة أولى بيبقى ما ذاكرش في سنة أولى، بيبقى صعب إن أنت تاخد منه أقصى حاجة في سنة تانية. مم. وطالب سنة تانية لو ما تأسسش في سنة تانية، لو ما ذاكرش في سنة تانية، صعب برضه إن أنت تحصل منه على أقصى حاجة في سنة تالتة. فطالب أولى ده هو جاي مش عارف يعني إيه فيزياء. أنت لو حاولت أو مادة يعني عموما يعني، أنت لو حاولت إن أنت تظبطه في المادة ديت، الطالب ده هيريحك في سنة تانية وهيريحك في سنة تالتة. ده بالنسبة للفيزياء. بالنسبة للفيزياء. طيب التحدي بقى اللي بدأ يواجهنا السنة دي، دمج فيزياء كيمياء أحياء، جزء من الجيولوجيا كمان في العلوم المتكاملة. تمام. التغير بقى في التدريس ما بين الاتنين دول، ان احنا دلوقتي بقينا بندرس لطلبة اولى ثانوي فوق العبء بتاعنا اكتر واكتر كمان. بص يا مستر، هو ما واجهنيش صعوبة قد ما واجهني تحدي مع الطلبة، ان انا مم. احاول برضو ان انا اوصل لهم المعلومة بأبسط شكل. الطالب جاي
عندي ايا كان المدرس هو جاي ومش عارف هو عاوز يعمل ايه. لان انت الاول كان الطالب رايح ياخد فيزياء، ياخد كيمياء، ياخد احياء. الطالب دلوقتي داخل تايه، انا مش عارف ايه العلوم المتكامله دي. مم. انا بحاول بقى افهمه ان العلوم المتكامله دي فيزياء، شويه كيمياء، شويه احياء، شويه جيولوجيا. ودي صعوبة كبيرة. بس يعني في نفس الوقت الصعوبه مش في شرح الماده، الصعوبه في ان انت تأقلم الطالب ان دي فيزياء سهله، مم. ان دي كيمياء سهله، ان ديت جيولوجيا واحياء سهلين. هو الطالب لا، انا عندي مثلا جزء الكيمياء ده انا قلقان منه، جزء الفيزياء ده انا قلقان منه. طب ما هي سهله ايه؟ لا، هو عنده قلق كده منه. طب انت ايه رأيك اصلا في الدمج اللي حصل ده؟ الدمج اللي حصل ده آه لا. غير خطط كتير. غير خطط كتير مم. ومش مفيد للطالب. طب ده انا كنت لسه اسألك على نظام البكالوريا لو اتطبق فعلا. نظام البكالوريا انا مش شايف ان العلوم متكامله اول حاجه مفيده للطالب، لان هي ما فادتش الطالب عن الفيزياء والكيمياء مش والحياه. بتأسس الطالب في اي لا مادة لا لا لا. خالص. اه يعني بيدرس قشور المادة من فوق كده ابسط من القشور كمان. كمان. طيب ولو اتكلمنا دلوقتي بقى على البكالوريا لو اتطبقت على سنة تالتة اعدادي الجاية، او لو اتطبقت على حتى اولى اعدادي اللي لسه جاية دي. ال هندرس في سنة اولى علوم متكاملة، اه هتبقى نفس القصة زي ما هي. اه بس في سنة تانية بقى طبعا حصل تغير في المواد. يعني اه دلوقتي الفيزياء هتدرس في شعبة علوم طبية الفيزياء هتدرس بس الطالب في سنة هيختار. تانية، يا اما يختار فيزياء يا اما يختار رياضة. اه منطقة هيختار ايه يعني؟ صح. معروف هيختار الفيزياء طبعا. معروف. اكيد ليه؟ مش هيختار رياضة. ليه طلبه بتحب الرياضه؟ مش قوي، ما هي الفيزياء كلها رياضة. لا بس الطلبه، في طلبه بتحب الرياضه عن الفيزياء. يعني احنا دلوقتي هنقابل طلبة مع سنة اولى، كل سنة اولى هنقابل طلبة تانية اللي هيبقوا متخصصين بقى في جزئية العلوم الطبية، ان هم دول اللي هيدرسوا معانا الفيزياء. الفيزياء. في تالتة بقى لا، في تالتة هتخش بقى على شعبة الرياضة. شعبة الرياضة. ايوه. يعني صحيح، ما هي هيبقوا يدرسوا 3 مواد بس في تالتة. اللي هو الدين والمادتين والكيمياء التانيين اللي هو والأحياء. يختاروا. ايه هو نظام كويس، بس يتطبق بسيستم مختلف. النظام كمنظومة شكلها كويس، بس لكن طريقة التطبيق هي اللي هتفرق معاك. صحيح. يعني انت ممكن تدي للطالب مثلا فيزياء وكيمياء واحياء مثلا في سنة اولى، وفي سنة تانية خف العبء عليهم في سنة تالتة. اللي هيخش مثلا مجال مثلا طبي، يدرس له 3 مواد يخصوا الطب وامتحنوا فيهم. يدرس له اكتر 3 مواد مثلا او 4 مواد يوصلوا له الطب. اسسه الاول كويس، وبعد كده اختبروا بقى في المجال اللي انت عاوزه، بس اسسه. لكن انت ما تاسسش الطالب وتيجي تختبره، هتاخده في كلية ايه بناء عليه؟ يعني هل متوقع مثلا ان يتعمل امتحان قدرات فيما بعد؟ مش متوقع، ده اكيد. امتحان قدرات للطلبة بعد الثانوية كمان. الموضوع ده علشان يتطبق هياخد فترة كبيرة، وعلى بال ما الناس تتأقلم عليه هياخد فترة اكبر. قصة كبيرة جدا. وكمان المدرسين هياخدوا فترة على بال ما يتأقلموا على الحاجات دي. طب انا عايز اسألك على حاجة، هي مش في صميم الفيزياء اوي يعني. الغاء بعض المواد. الغاء بعض المواد ده ضرر للطالب نفسه، ويعني بجانب ان هو ضرر برضه على بعض المدرسين والكلام من ده، فهو ضرر للطالب. الطالب دلوقتي مثلا زي مادة الفرنساوي، هو الطالب ده كانت لغة بالنسبة له، اللغة تانية مش عيب ان انا اعرف لغة تانية عادي. اللغة اولى ولغة تانية ولغة تالتة، انا معايا لغات، دي حاجة كويسة بالنسبة لي. انت ريحتني بس انا معيش لغات. الانسان بعلمه، يعني صحيح. انا مثلا عندي علم كتير فانا انسان. طيب هل ينفع المدرس اللي كان بيشتغل مادة مثلا واتلغت انه يقدر يغير مساره في حاجة تانية، يشتغل مادة تانية؟ ممكن يعني كفاية المدرس تحكم له. بس الموضوع صعب قوي قوي على مدرس مثلا كان معاه 3 سنة بيشتغل مثلا اولى وتانية وتالتة مثلا زي مادة زي الفرنساوي، ومرة واحدة تتقطع من اولى وتانية وتالتة. الناس دي مصيرها ايه دلوقتي؟
إيه مش عارف هقول لهم ايه بصراحة، يعني انا مش عارف، الموضوع صعبة صعب صعبة جدا، جدا. صعب اه جدا جدا. يعني اه انا دايما انا وصفت القصة دي قبل كده ان هي عبارة عن كسر ظهر للمدرسين دي. فعلا، اه يعني انا كمدرس لو حصل معايا كده هتبقى صعبة جدا جدا صحيح. كمان. اه كان الله في عونهم بصراحة اه على اللي فعلا. هم فيه، نفسيا وماديا ومعنويا. صح. كل الامور مضروبة بالنسبة لهم. انا في بعض الناس يقول لي انا مش هاممني كل ده قد نظرة الطلبة ليا. يعني في بعض صديق ليا بيقول لي نظرة الطلبة ليا الاول كانوا بيقابلوني هم فرحانين ان هم بيقابلوني، مم. دلوقتي لا بيقابلوني هم مش عاوزين يشوفوني، فانا مكسور من كده. لكن مش ماديا خالص. هو الاول كان شايف نفسه زي ما انا قلت لك في الاول خالص، انا لما بشوف الطالب مبسوط لا انا ببقى سعيد، لما بشوف الطالب بيحبني انا ببقى سعيد. لكن انا شايف الطالب دلوقتي مثلا بيستهزأ بيا عشان لغوا مادة، لا صعبة بصراحة، صعبة مم. جدا. بس انا ليا وجهة نظر بس مختلفة في الحتة دي. الطالب اللي هيشوف المدرس بتاعه فيما بعد إلغاء المادة بنظرة شماتة، أعتقد إن المدرس ما بناش معاه علاقة كويسة إن هي تتحفظ له بعد ما المادة تتشال. آه بص يا مستر، المدرس اللي شغال بضمير ممكن الطلبة ما تحبوش في الأيام دي، صح. لأن هو أتفق. الطالب مش عاوز اللي يبقى اجريسيف معاه، أو مش عاوز اللي دايما يزن عليه يذاكر، زي الأم كده في البيت. مم. الأم لو بتقول لابنها أو بنتها ذاكري ذاكري ذاكري، هي ما بتحبش العلاقة دي، هي مم. ما بتحبش إن أنا مش قاعدة في البيت عشان ما تقولي ذاكري، وهكذا المدرس. الطالب دلوقتي عايز اللي بيحصل في السناتر ممكن اللي هو الهزار والشو. والطبل والحاجات دي كلها. اه مم. احنا ما شفناش الظاهرة دي عندنا. لا احنا لسه محافظين على جدا جدا. التقاليد بتاعتنا شوية. مفيش اي يعني خروج عن المألوف بالنسبة لشغلنا خالص. اه فدايما يعني في مقولة كده يقولك ان لازال العلم في الأقاليم. صح. لسه فعلا العلم في الأقاليم محافظ على نفسه ومكانته ومحافظ على أخلاقياته كمان. طب ايه رأيك بقى في الناس دي اللي غيرت المنظومة خالص، حولت التعليم لحاجة مختلفة تمام؟ هو بيحاول يتماشى مع الواقع، بس دي فكرة غلط. مم. يعني هو بيحاول ما يخسرش الطلبة، بس في نفس الوقت هو بيخسر الطلبة نفسهم، يعني بيخلي الطالب يخسر حلمه، بس مقابل ان المدرس ده بيكسب مثلا ماديا. مم. بس ماديا ده بعد كده الطالب هيذمه مش هيفتكره. يعني تحول الطالب بالنسبة له لسلعة. ممكن. سلعة. اه سلعة مستهلكة لحد ما يخلص، وبعد كده الطالب نفسه هيكتشف ان هو كان بيتم التلاعب بيه. اه صحيح. بس حضرتك قلت جملة مهمة جدا اوي دلوقتي، ان اصبح المدرس اللي عنده ضمير بالنسبة لبعض الطلبة مكروه. فعلا. ايه اللي وصل الطالب لمرحلة زي دي؟ انت مثلا يا مستر دلوقتي في وسط مثلا مكان المدرسين مثلا انت في سنتر، السنتر ده كل المدرسين بيهزروا مع الطلبة فيه، مم. جيت انت شديت على الطالب، مين اللي هيبان وحش؟ انا طبعا. عشان صحيح. انت بس عشان انت في وسط ناس، في وسط مجتمع كتير مش زيك، مم. فانت اللي هتبان وحش. صح، عندك حق. احنا دخلنا في الجد اوي. اه احنا عايزين نفك الموضوع شوية عشان بس علشان ايه يا باشا؟ الولاد ما يتخضوش قوي باللي احنا بنقوله دي. نرجع بقى كده لشوية حاجات كده، أسئلة سريعة مع مستر هيثم كده. ايه الهوايات المفضلة؟ الهوايات المفضلة كرة، أكيد. بلاي ستيشن. بلاي ستيشن. اه ان انا اتفرج برضو على ماتشات كتير كده. يعني كلها في دايرة الكورة يعني. كلها في الكورة. اه مفيش إصابات بقى من الكورة ولا كده؟ لا 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 كتير. كتير ده انا لسه المفروض يعني في حاجة كده اعملها اصابة كورة كده. كمان. اه وغير الكورة؟ غير الكورة الجيم وكده. كمان. بس انا بقى الفترة دي بطلت عشان انت عارف الدروس او كده. واخدة الجيم الوقت. ده عشان نضرب الطلبة يعني ولا إيه؟ لا ممكن عشان ساعدنا يخافوا يعني عشان وجهة نظر برضو يعني. انا هحاول افكر في الموضوع ده. انا رحت كذا مرة وكل مرة يومين بس. غير ملتزم. غير ملتزم تماما. كنت انا وصديق ليا اسمه مستر فادي دايما بنروح، يعني مش عايز اقول لحضرتك نروح ندفع الاشتراك وبعد كده ما نروحش. ما هو ده اللي بيحصل، بس انت لازم الطالب كده يشوف كده
جبل واقف قدامه. اه طبعا حاجة تهزه كده طبعا. طيب كده غير الكورة، غير آه، الكورة والجيم بقى. ان انا اطلع كتير على على الفيزياء. مم. يعني لسه لحد النهاردة بنذاكر. اه بحب جدا الفيزياء، اقرا كده كتير عنها مم. بيفيد طبعا. جدا. تحضيرنا للدرس بيكون ازاي؟ الاول كنت بمسك مثلا الكتاب، وجوجل بيبقى معايا المعلومة مثلا انا عاوز اطلع عليها اكتر، ببحث او بسيرش عنها. مم. دلوقتي مثلا شات جي بي تي اللي هي الذكاء الاصطناعي ده بيجيب لك نعم. كل حاجة. يعني نقدر نقول ان احنا ال AI ساعدنا شوية في بعض اه الحاجات. طبعا ال AI ده مفيد جدا على فكرة، بس انا انت كنت تستغله صح. لسه اسألك على فكرة، يعني دور التكنولوجيا في التطوير العلمي اللي احنا بقينا فيه ده. التكنولوجيا سلاح ذو حدين زي ما بيقولوا. مم. يعني انا مثلا ممكن بعض الطلبة تقول لي يا مستر انا بعت لك على على التليجرام، انا ما اعرفش يعني ايه اساسا، ما عنديش تليجرام اساسا، مم. مش مواكب الحاجات اللي هي ممكن مش شايف ان مثلا هتفيدني. يعني اي حاجة مثلا ممكن تفيدني لا انا معاك فيها، حاجة مثلا ممكن تنميني لا انا معاك فيها، لكن حاجة هتضرني ما مشغلش بالي فيها شوية. يعني احنا بعيد شوية عن السوشيال ميديا. ببحث عن السوشيال ميديا، بقعد على السوشيال ميديا بس مش وقت كتير، مم. وقت فراغ كده. طبعا لضيق الوقت. انا كنت لسه برضو هسألك في فكرة الوقت دي. اغلب اليوم شغل. اه طب وزننا ازاي بقى ما بين الحياة الشخصية والبيت والأسرة والشغل؟ انا دايما الحمد لله يعني بعرف افصل. مم. يعني انا مثلا لما بكون شغال ده وقت شغلي جد. مم. بطلع مثلا بره الشغل ده خلاص انا ما عادي. ده وقت البيت خالص اه بقى. ده وقت البيت، بعرف افصل جدا ما بين الشغل وما بين البيت والهزار والجد. حتى انا مثلا ممكن اكلم مثلا مع طالب، اكون مثلا بعنفه واطلع اشرح اهزر ولا كأن في حاجة حصلت. مم. يعني سياسة الفصل دي موجودة اه دايما. الأهل في البيت، أهل المدرسين يعني، بيكونوا متأثرين أكتر بالفكرة دي. يعني هو تقريبا بعمل زي المسافر. اه والله بجد. يعني هو بيتشاف الصبح وهو خارج، ويتشاف بالليل وهو راجع، ودايما بالليل وهو راجع تعبان، صح فهينام وهيقوم في نفس القارة تاني. صح. فهي يعني فيها جانب من الصعوبة شوية. وزي ما انت قلت كده على على اللي هم الاهل شويه. مم. يعني مثلا انت بتقعدش معاهم، انت دايما قاعد مع الطلبه، وعشان كده برضو الطلبه لازم تفهم حاجه، ان احنا بنقعد معاهم وقت اكتر ما بنقعد مع اهلنا. مم. فاحنا مش ضدهم ولا حاجه، لا بالعكس احنا بنحاول كل المدرسين دول بيحاولوا يساعدوكم، طبعا. بس هما بقى فاهمين ان احنا ضدهم. ان احنا مثلا لما نقول لهم ذاكروا، لما نيجي مثلا تزعق مثلا مع طالب علشان هو أثر في حاجة معينة، لا هو مفكر انت بتحبوش، هو مفكر انت بتكرهه. بالظبط. اصل احنا ضدك ليه؟ احنا مش ضدك، احنا اه معاك، احنا موجودين علشانك انت. انا دايما برضو بقول لهم كده، بقول لهم يا جماعه احنا موجودين في ظهركم، نجاحكم من نجاحنا. صح. لو انت ما نجحتش فانا معناه ان انا ما نجحتش. ايه بقى موضوع الكلمات؟ الايه؟ الكلمات اللي في الدرس دي. اه الكلمات اللي انا مشهور بيها. اه. والله انا هقول لك على حاجه يا مستر، انا ما كنتش واخد بالي اساسا. مم. بس بدأ ان انا مثلا الطلبه، كنت منزل بوست قبل كده، بوست عادي، لقيت الطلبه عماله تكتب حاجات انا بقولها كتير، مم. فلما ركزت فعلا لقيت نفسي ان هي انا حاجات بتطلع بعفويه وتلقائيه كده. اه. بس لقيت نفسي ان انا بتتكرر مع الطلبه كتير. لازمه يعني. اه وهي حلوه لطيفه، على الاقل الطالب يكون عارفك بيها يعني. اه الطلبه ما شاء الله يعني عارفين معلومات كتير عارفين عنها. الكلام كله. لا اه والطالب بيحب يبحث دايما عن المدرس ويعرف معلومات اكتر واكتر عنه. اه طبعا. اصل هو بيبقى شايفه قدامه يعني، وخاصة في المرحلة دي بيبقى شايفه ان هو القدوة بالنسبة له. علشان كده المدرسين دايما يحاولوا يحافظوا قوي قوي على كل حاجة بيعملوها، صح لان هو متشاف. فالحاجة اللي انت هتعملها دي ممكن طالب ياخدك كمثال او كقدوة. يعني انا دايما بقول يا جماعة القدوة دي قدوة في حاجة معينة. انا ببص لده قدوة في التدريس، ده قدوة في المجال الطبي، ماليش دعوة بحياته الشخصية. ما اخدش حياته الشخصية كقدوة بالنسبة لي. لا بس الطالب دايما عامل سبوت كده على حياة المدرس، عايز يعرف كل تفاصيلها.
لان هو ببساطة هو اهم حد في حياته دلوقتي، صح. وهم طبعا اهم حد في حياتنا، دي حقيقة. والعلاقة بقى اللي بين المدرس والطالب دي هي آم، بتتبني طبعا بثقة كبيرة وعلى مدار فترات زمنية كبيرة كمان عشان تقدر تبني العلاقة دي. انت بتحس بايه لما بتشوف الكلام ده؟ لا بص، دي بقى دي حاجة الطالب اللي يقدر مثلا يحكم فيها. مم. لان بعض الطلبة شايفين ان انا كويس معه، في بعض الطلبة شايفين ان انا جد زيادة عن اللزوم معه. مم. فديت بتختلف من طالب لاخر، يعني كل طالب بقى بيشوف المدرس بقى من وجهة نظره هو. طب ده على حسب شطارة الطالب اه او على حسب، يعني في طالب مثلا يقول لك ده المدرس ده كويس جدا بيساعدني. في طالب مثلا متوسط يقول لك انا ممكن ابقى زهقان منه شويه علشان بيضغط عليا كلام من ده. في طالب مثلا مش عاوز يذاكر، هيروح لمدرس عاوز يذاكر ليه؟ مم. هيزهق منه. صح. فديت بتبقى العلاقه ديت بتبقى اكتر من ناحيه الطالب. ليه؟ لان المدرس هو كده كده عاوز يساعد الطالب. الطالب بقى اللي هيتقبل هيحب المدرس. صحيح. الطالب اللي مش هيتقبل تبقى صعب شويه. صح، عندك حق. طيب في اسئلة احنا يعني جينا عليك فيها شوية. لا لا، معاك في اي حاجه. طب في اسئلة اهم تحب ان انت احنا كنا المفروض نسألها كنت عايز تجاوب عليها يعني واحنا ما قلناش؟ يعني في حاجة عايز تحكيها؟ مم، انت مثلا ممكن سألته كل حاجة. الاسئلة كلها غطت على كل حاجة غطت يعني. على كل حاجة. طيب احنا دايما بنعمل كده في نهاية البودكاست حاجتين. بنطلب من ضيفنا ان هو يقترح لنا اسم مدرس نستضيفه المرة الجاية، وبنقترح عليه ان احنا نبدل الادوار. ان احنا لو بدلنا كده الادوار ايه السؤال اللي انت ممكن تحب تسأله لنا؟ بس خلينا نبدأ الاول بترشيحك لاهم مدرس بالنسبة لك ممكن يكون معانا. ممكن مستر عبد الفتاح ابو عامر ده. كيمياء. كيمياء. خلاص ده الحلقة الجاية ان شاء الله مستر عبد الفتاح ابو عامر، بس هنشيل الحتة دي من المونتاج عشان ما يعرفوش ان مستر عبد الفتاح. طيب تعالى بقى نبدل الادوار. ايه السؤال اللي كنت تحب تسأله لي؟ احب اسألك ان انت بدأت امتى برضو دروس وازاي بدأتها؟ طيب هي يعني اعتقد هي قصة ما تختلفش عن بداية حضرتك كده. انا تقريبا في الحدود دي برضو بدأت في نفس السنين دي 2016 2017. والبداية كان حد قريبي بقى، يعني حد قريبي، بنوتة قريبتي يعني، كانت في سنة تانية، وبدأت انها جابت لي 3 اصحابها، فكانت المجموعة كلها 4. فانا كنت وقتها كام سنة يعني 19 سنة حاجة زي كده يعني. بس كان التلات اربع طلاب دول بالنسبة لي سنتر فيه 1000 طالب. اه فكانت فترة مهمة قوي، وخاصة بقى في الكلية ان انا بدأت ادرس من الفترة الصغيرة دي. فكان تحدي كبير بقى بالنسبة لي ان انا احضر الكلية او ان انا احضر للشغل بره، لان كنت بحضر تحضير جامد جدا عشان اعمله يعني. وفي نفس السنة دي اشتغلت تالتة ثانوي. اه بعدها يعني سنة 2 3 على سنة 2019 كده 2020 لا 2019 كانت البداية اللي هي بداية كويسة يعني. كويس. سنة اخر 19 بداية 20 كنت في الجيش. يعني بعد اللي عملته ده دخلت الجيش. جيش بقى اه جيش خلاص بقى مسح كل ده. فلما رجعت تاني بقى من الجيش كان معايا ناس من سنة اولى فبقوا في سنة تالتة. اه يعني هم ما جوش عندي في تانية في فترة الجيش، فبقوا هم في سنة تالتة. دول بقى اللي بدأت اشتغل معاهم تاني ورجعنا الدنيا كلها مرة تانية يعني. بس انا نسيت اسألك، صح كان ليك جيش؟ لا لا ماليش جيش. ما دخلتش جيش؟ لا. كنت عايز اقرص عليك في الحتة دي برضه بس يلا عدت فلت انا من دي. فلت منها. لا فلت من الجيش الحمد لله. سنة صعبة. طب ايه اصعب حاجة انت بتواجهها مع الطلبة دلوقتي؟ اصعب حاجة بواجهها مع الطلبة ان انت تنقل الطالب من نظام عشوائي لطريقة منظمة. الطالب احيانا بيتعب من ان انت تقوله انا هبدأ يوم كذا وهخلص يوم كذا، فترة المراجعة بتاعتك هتبقى كام يوم، فالطالب مش عايز ده. مم. بيبقى صعب عليه قوي ان انت تديله تكليفات يحلها في الواجب، تشغله معاك في الحصة. في طلبة بتتعب من الالتزام الزايد، خاصة الطالب اللي يبقى طالع لنا من تالتة اعدادي. فده بقى علشان تتحوله للثانوية العامة بتاخد فترة صعبة، واكيد مش كل الطلبة بتمشي على نفس النظام يعني. فانت دايما يعني ايه يعني انا على الاقل بقول لهم على طول كده صعب ان حد يستحملني قوي ويكمل معايا على طول الا الطالب الشاطر قوي. فعلا.
وده فعلا كل المدرسين بتمر بيه، يعني مش انا لوحدي. صح. دايما تلاقي نفس الفكرة كده موجودة عند كل الناس يعني. في الحقيقة انا طب يعني لو انت هتحب مثلا توجه مثلا نصيحة لطالب او نصيحة لولي الامر. الطالب ما تراكمش، ولي الامر. ما تراكمش حاجة خالص. ولي الامر خليك قريب من ابنك. يعني انا بقول لهم يا جماعة الدرجة اللي انت تجيبها دي مش دليل على حب ليك. يعني عمري مكانتك عندي ما هتتأثر بدرجة انت تجيبها في الامتحان، انت غالي كده كده عندي. يعني انت مكانتك عندي محفوظة. فمش الدرجة قوي هي اللي ممكن تحدد غلاوتهم بالنسبة لنا كمدرسين او كأولياء امور. لكن ولي الامر عايز يضغط عليه ليه؟ عشان يشوفوا احسن حد. بس ولي الامر لازم يبقى فاهم الطريقة اللي يشجعه بيها. بلاش مقارنات. تمام. يعني ما تقارنش ابنك بأي حد تاني. شوف ايه المميزات اللي موجودة في ابنك وحاول ان انت تنميها. المقارنة دي صعبة قوي. لا ده شوف ابن الامهات ما خالتك، تتبصاش. شوف ابن عمتك جايب ايه، دي صعبة جدا. صح. فالطالب بيحس ان هو خلاص ابن خالتي شاطر، انا ماليش دعوة، انا بقى هبقى اخيب منه بقى عشان اريحك يا عم. فدايما الطالب بيحولها لصراع، وده مش صراع بينه وبين ولي الامر. هو فعلا ولي الامر احسن، اكتر حد محتاج يشوف ابنه حد كويس ويكون احسن منه. يعني دي النصيحتين اللي انا ممكن اقولها. الطالب ما تراكمش حاجة على نفسك، وولي الامر يعني حب ابنك قوي. ودرجته اللي هو جايبها دي مش هتفرق في اي حاجة. ودايما خليك ظهر وسند ليه، يعني معاه شجعه، بس خليك رقيب عليه، وخاصة البنات، مم. لان دي نقطة صعبة جدا. مع التطور قوي اللي احنا بقينا فيه بقى الغلط سهل. صح. بقى سهل قوي. فانت علشان تكسب ابنك او بنتك دايما خليك رقيب عليه، بس مش رقيب ان انت تضايقه قوي. يعني تبقى موجود اي غلط حاول ان انت تنتشر من الغلط من غير ما يحس ان انت مسيطر سيطرة تامة عليه. تمام. اديله حريته، بس في نفس الوقت خليك محافظ عليه. ده بالنسبة لولي الامر. وبعدين يعني احنا بدلنا الادوار ياما قوي. احنا كان مفروض سؤال واحد وشكرا على كده. ده دول حاجة بسيطة يعني احنا سألنا الله سؤالين. يحفظك يا مستر حبيبي رب. مستر. الله يخليك. في الحقيقة والله انا يعني كنت سعيد جدا باللقاء الجميل ده اللي بيتجهز بقاله فترة كبيرة قوي، بس الحمد لله جاهز على خير. بالله شرف لي والله يا والله مستر، وانا يحفظك مبسوط يا رب. برضو ان انا الله جيت يحفظك. معاك هنا. وسعيد جدا برضو ان انا قعدت القعدة الحلوة دي معاك كده. الحمد لله بداية خير يا رب. اللهم ربنا آمين. يعزك يا رب. ربنا يعزك. فيعني احنا حبينا ان احنا نطلع قصة نجاح وقصة الهام ايجابية كده، الناس تتعلم منها والناس تستفاد منها. وفي الحقيقة انا بشكر باشمهندس هيثم يعني على اللقاء الجميل ده، ربنا يعزك. شرف لي ويتكرر ان شاء الله في لقاءات اجمل من كده بكتير ان شاء الله. ان شاء الله. ونتقابل على خير واشوفكم على خير. السلام عليكم.